الحلم اللي بيهدد الدولار الأمريكي في خطر. البريكس بتحلم تسيطر على اقتصاد العالم، والسؤال: هل الحلم بقى واقع؟ أهلا بيكم، معاكم شريف دياب في فيديو جديد. والنهاردة عندنا حلقة تقيلة جدا. 5 دول: الصين وروسيا، الهند والبرازيل، وجنوب أفريقيا، بيقولوا بصوت عالي مش عايزين نتعامل بالدولار. هدفهم يخلقوا اقتصاد عالمي جديد بعيد عن أمريكا. إيه اللي بيحصل؟ البريكس بتشتغل على عملة موحدة. الصين بتسحب التعاملات التجارية بعيد عن الدولار. روسيا بتصدر الغاز بتاعها بالروبل واليوان. الهند بدأت تفرض العملة بتاعتها في تعاملاتها. ليه كل ده خطير على أمريكا؟ رقم 1: هيقل الطلب على الدولار. رقم 2: العقوبات الأمريكية هتفقد قوتها. رقم 3: أمريكا مش هتعرف تمول ديونها بسهولة. البريكس مش بس اقتصاد، ده مشروع تحرر اقتصادي كامل. بس هل هينجح؟ أمريكا لسه عندها نفوذ مالي وعسكري كبير، لكن البريكس بتحاول تبني نظام موازي، والناس بدأت تميل ليه. رأيك يهمني. شايف البريكس فعلا بتهدد الدولار؟ لو بلدك انضمت ليه، ايه اللي ممكن يتغير؟ هل تحب تشوف العالم بدون سيطرة أمريكية؟ اكتب لي في الكومنتات وشير الحلقة، واستناني في فيديو جديد.